محتاجين منك تعرفنا النصبايه الجديده الخاصه في فودافون كاش اللي انت قلت لي ان انت هتحكيها لي، اللي جات لك. تمام. النصبايه اللي جات لي، فوجئت ان واحد صاحبي بيتصل بيا، انا قاعد في المحل كده زي ما احنا قاعدين، واحده دخلت عليا، سلام عليكم، ورحمه الله وبركاته، حضرتك انا في حد اتصل بيا دلوقتي وعايز ابعت له مبلغ حالا دلوقتي وانا واقفه معاك، الفلوس تيجي لحضرتك. طب حضرتك عايزه قد ايه؟ قالت له انا عايزه 30,000. طب خلاص اوكي ماشي، الراجل هيطلع له مبلغ وقدره، فاصبح ان هو الشغل اللي هيشتغله طول اليوم هياخده في ثانيه. فالست فضلت واقفه معايا عيني والدنيا تمام، وعملت له البحر طحينه والدنيا زي الفل، والراجل قعد وبعت لها الفلوس والدنيا تمام ولا في اي مشاكل. طب فين يا ست الفلوس؟ قالت له لا ما هو ثواني، في جوزي جاي والراجل جاي هيجيب لك الفلوس. فضلنا قاعدين بتاع ساعه واثنين وثلاثه، والراجل خد بعضه وطلع على الاسم، عمل محضر نصب ان الست دي عملت معاه 1 2 3. بس انت تعرضت للنصب عشان هو ده الوضع اللي ماشي في البلد، الاحتيال ماشي عن موضوع النت او اي الكترونيات بالنصب. النصب بقى حاجه، بقى وسيله سهله جدا. بيستغلوا ان الناس عندها معلومات قليله عن الموضوع الجديد، او الناس دي تبقى دقه قديمه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، باشا وعي، ودخلت بقى في وضع اللي هو وضع الانترنت وفودافون كاش، مفيش وعي، والمحافظ الالكترونيه ده بقى يسبب لهم مشاكل، هم ما عندهمش خلفيه، بقت دي سهره يقدروا يسحبوا فلوس من جيب المواطن علشان هو ما عندهوش وعي. يا باشا هو بيعرف ازاي يستنفذك، بيعرف ازاي ان هو على فكره نصاب، لان النصاب لو هو ما تعرضش للنصب مش هيعرف ينصب عليك. فانا عايز اقول لك الفيديو الجاي اللي احنا هنسجله هقول لك على طريقه مهمه جدا جدا تامن نفسك بيها، ومش هقول لك عليه غير الفيديو الجاي. ابعت بقى.